أهلا بكم في حلقة جديدة من الترند بيقول إيه. والنهاردة الترند بيقول في طبيب بيدعي على أستاذه اللي مات على الملأ قدام الناس. حاجة بجد تخض. إحنا مش جايين نحاكم، بس جايين نسأل، هو الوجع بيوصل لحد كده؟ ممكن تكون اتظلمت، ممكن تكون اتقهرت، وده بيكون وجع حقيقي، وجع بيتبلع وما بينبلعش. بس بينا وبينك يا دكتور في وجع ما ينفعش يتحول لمشهد عام، في مشاعر تتقال بينك وبين ربك، مش بينك وبين 100,000 متابع. اللي انت شايفه ظلم ممكن يكون حقيقي، وممكن يكون سوء فهم كبير، بس اللي بيحاسب مش احنا، اللي بيحاسب هو اللي مطلع، عارف مين ظلم ومين فهم غلط، عارف النوايا واللي في القلب. حتى لو مش قادر تسامح، خليك أرقى من إنك تفضح. السوشيال ميديا مش قاعة محكمة ولا ساحة اعتراف، السوشيال ميديا ساحة ضوضاء، ولو رميت فيها الوجع ممكن يرجع لك سخرية أو لايكات مزيفة، بس عمرك ما هتاخد منها راحة قلب. أنا مش ضد إنك تحس، بس أنا ضد إن إحساسك يبقى سهام في ظهر الميت. الدعاء بينك وبين ربك، واللي ظلمك عنده رب، وأنا وإنت وهو كلنا رايحين له. ما تنسوش تقولولنا لو حد ظلمكم ومات قبل ما يردلكم حقكم، هتسامحوه ولا هتسيبوا الحساب لربنا؟ دي كانت حلقة من الترند بيقول ايه. كانت معاكم حبيبة جمال والكرييتيف بروديوسر محمد جلال. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واستنونا في حلقة جديدة.